وما زال نسر الأهلي يحلق عالي. ما زال نسر الأهلي يحلق منفردا بعيدا عن أي منافسين. ما زال نسر الأهلي يتوهج ويتلألأ ويعلو فوق السحاب. ما زال نسر الأهلي هو الأفضل، هو الأوحد. ما زال نسر الأهلي يثبت لكل المنافسين إنه الأعظم في التاريخ، إنه الأعظم على مر العصور، إنه النادي الأهلي. حلقة مهمة جدا النهاردة اخواتي وحبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقة جديدة من استوديو مماده. معاك اخوكم محمد محسن. فضلا وليس امرا، مش عايز افكرك لو الحلقة وصلت لك ما تنساش تعمل لايك للحلقة دعما لحبيبك اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وصلي على حبيبك النبي اشرف الخلق اجمعين. وبسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدأ حلقتنا. ماس للمعلول، كورة لعلي 86 دقيقة. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. القاضية ممكن. طبعا النهارده اعلن رسميا الراعي الثالث للنادي الاهلي بعد اتصالات مصر وبعد بنك ابو ظبي الاول. النهارده النادي الاهلي بيوقع عقود رعايه مع شركه GLC لمده 4 سنوات بعائد مادي ضخم جدا. النادي الاهلي بيثبت ان هو الاعظم، النادي الاهلي بيثبت ان هو الافضل، النادي الاهلي بيثبت ان هو يغرد بعيدا عن اقرب منافسين. النادي الاهلي في مصر ما فيش مثيل، يعني لا مثيل زي النادي الاهلي، لا صوت يعلو فوق صوت النادي الاهلي. شفنا النهارده النادي الاهلي في العظمه وفي الفخر وفي الصوره المشرفه بحضور جميع اللاعبين، بحضور مجلس الاداره، بحضور المنظومه كامله، مش فرد واحد. النادي الاهلي بيوقع عقود الرعايه مع شركه GLC لمده 4 سنوات. وتصريحات مهمه جدا من كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب البني ادم النضيف النقي اللي هنأ شعب المغرب واللي هنأ منتخب المغرب بصعوده لدور نصف النهائي في بطوله كاس العالم قطر 2022 على الرغم من المؤامره الخبيثه اللي حصلت قدام النادي الاهلي في المباراه النهائيه من دوري ابطال افريقيا النسخه الاخيره. زي ما شفنا طبعا، واصرار الاتحاد المغربي على اقامه المباراه في المغرب ودعم الاتحاد المغربي لفريق الوداد والمؤامره اللي حصلت قدام النادي الاهلي. ولكن بني ادم نضيف، بني ادم ذكي، بني ادم بيفهم، عارف مين اللي اتفق عليه وعارف مين اللي جه عليه وعارف مين اللي كان بيدور في مصلحه نفسه. ولكن ايا كان كابتن محمود الخطيب بيركن كل ده على جنب وبيهني منتخب المغرب بصعوده لنصف نهائي كاس العالم قطر 2022 في حفل رائع لتقديم الراعي الثالث للنادي الاهلي لمده 4 سنوات. اما بالنسبه للعجوز المكير السويسري مارسيل كولر، قرار واعلن رسميا ان مارسيل كولر لن يعلن عن اي قائمة لمباريات النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية حتى نهاية الموسم. شايف ان ده مش من مصلحة الفريق، شايف ان هو ما ينفعش يعلن القائمة قبل المباراة او بعد المران الاخير، لان ده بيأثر على اللعيبة، لان ده بيأثر على الجهاز الفني، لان ده بيأثر على التركيز في المباراة وبيشتت اللعيبة. فقرار رسمي وتمت الموافقة عليه ان مارسيل كولر لن يعلن عن اي قائمة تخص مباريات النادي الاهلي الفترة اللي جاية. طبعا مارسيل كولر من ساعة ما جه ماشي على نهج معين، طبعا غير في لائحة الجزاءات، غير في لائحة المكافآت، غير في نظم التدريب، غير في حاجات كتير جدا. واخيرا وليس اخيرا قرار منع اعلان قائمة الفريق قبل بداية اي مباراة. مارسيل كولر عنده خطة وماشي عليها وكلنا بندعمه وكلنا في ظهره، الاهلاوية كلها في ظهره. مارسيل كولر من ساعة ما جه الاهلي لعب 9 مباريات لم يخسر اي مباراة، كلنا داعمين ليه. طبعا كفاية ان هو من ريحة فايلر، فبإذن الله مارسيل كولر هيكون هو الأمل للنادي الأهلي في تحقيق الإنجاز وفي تحقيق كأس العالم للأندية الفترة اللي جاية بأمر الله. ولكن الأهم بالنسبة لنا الدوري اللي غاب عنا بقاله 2 سنين. وبالنسبة لمحمود عبد المنعم كهربا في حالة نفسية ومعنوية عالية جدا.
هتقول لي ليه؟ اقول لك كهربا وصل له خبر ان هو خلاص هيسدد الجزء اللي خاص بيه من الغرامة الموقعة عليه صالح نادي الزمالك دون النظر في الجزء اللي يخص النادي البرتغالي. حلو جدا وعظيم جدا، لكن الأهم من ده بقى إنه وصل لكهربا إن هو يقدر يسدد الغرامة بالتقسيط. بالتقسيط. محمود عبد المنعم كهربا يقدر يسدد الغرامة الموقعة عليه صالح نادي الزمالك بالتقسيط كالتالي: ان هو هيسدد 250,000 دولار والباقي هيتسدد على 3 اقساط. نتيجة بقى ان كهربا هيعمل كده، رسميا كهربا هيكون بيشارك مع النادي الاهلي في المباريات الرسمية بداية من 11 يناير المقبل. ده غير طبعا ان النادي الاهلي هو اللي هيكون ضامن لمحمود كهربا في سداد الاقساط المستحقة عليه علشان يكمل الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك. وده زي ما حصل مع نادي النجم الساحلي وكوليبالي في سداد الغرامة اللي توقعت على نادي النجم الساحلي كوليبالي الهارب من النادي الاهلي، ان هو دفع الغرامة اللي توقعت عليه بطريقة الاقساط، واللي كان ضامن ليه امام النادي الاهلي والفيفا نادي النجم الساحلي. فبالتالي النادي الاهلي هو اللي هيكون ضامن لمحمود عبد المنعم كهربا في سداد الاقساط امام الفيفا ونادي الزمالك علشان يكمل الغرامه الموقعه عليه لصالح نادي الزمالك. وبكره ان شاء الله مباراه النادي الاهلي امام نادي الاتحاد السكندري في الجوله الرابعه اللي كانت مؤجله. كل الدعم للنادي الاهلي، نتمنى النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، نتمنى النادي الاهلي يفوز علشان يظل على ترتيب جدول الدوري، علشان يظل الاول، علشان ان شاء الله الدوري السنه دي يكون اهلاوي. النادي الاهلي غدا قدامه مباراه قويه جدا امام نادي الاتحاد السكندري واللي مقرر اقامتها الساعه 7 مساء على استاد والسلام. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل الدعم للنادي الاهلي، وبامر الله الدوري اهلاوي. والنهارده كان في 4 مباريات، اولهم مباراه نادي الزمالك امام نادي بيراميدز واللي انتهت بنتيجه 1-0 لصالح نادي الزمالك بهدف مصطفى شلبي علشان يوصل نادي الزمالك ليكون في المركز الثاني برصيد 14 نقطه، ويظل نادي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 11 نقطه. ومباراه غزل المحله امام نادي الداخليه واللي خلصت بنتيجه 2-1 لصالح غزل المحله علشان يوصل نادي غزل المحله ان هو يكون الثالث في الدوري حتى وقتنا هذا ب 13 نقطة خلف نادي الزمالك بفارق نقطة واحدة. غزل المحلة الحصان الأسود السنة دي في البطولة، نتمنى إن شاء الله نادي غزل المحلة يفضل على نفس المستوى ويعلى من مستوى لمستوى. نتمنى نشوف فرق كتير قوية، غزل المحلة وفاركو وفيوتشر، علشان نشوف دوري قوي، علشان نشوف منتخب قوي زي ما احنا شايفين منتخب المغرب. منتخب المغرب مش قوي من فراغ، منتخب المغرب قوي من محترفين، من فرق قوية، من دوري قوي. فبالتالي شايفين اللي احنا شايفينه حاليا، منتخب المغرب بيعمل اعجاز وليس انجاز بوصوله لدور قبل النهائي في بطولة كاس العالم قطر 2022. ومن مباراة غزل المحلة ونادي الداخلية الى مباراة طلائع الجيش والنادي المصري واللي خلصت بنتيجة 3-1 لصالح طلائع الجيش، واللي جعل اثرها قرار مجلس ادارة النادي المصري بايقاف جميع مستحقات لاعبي النادي المصري لاجل غير مسمى. وده طبعا نتيجه المستويات المتذبذبه اللي بيقدمها لعيبه النادي المصري منذ بدايه الموسم علشان يجوا يقفلوا التارجت ان هم يخسروا بنتيجه 3-1 امام طلائع الجيش، وفاضل كيل من مجلس الاداره وطلعوا قرار واعلن رسميا ايقاف جميع مستحقات لاعبي النادي المصري لاجل غير مسمى. غير مباراه سموحه قدام المقاولين العرب واللي خلصت بنتيجه 0-0. طبعا ان شاء الله بكره قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. كل التوفيق لكل الفرق المشاركه، كل التوفيق لكل الفرق المصريه، نادي الاهلي، نادي الزمالك، بيراميدز، فيوتشر. نتمنى المجموعات تكون كويسه، نتمنى المجموعات تكون على العمل اللي احنا عايزينه، نتمنى وصول الاربع فرق لاعلى مستويات في البطولتين، ولكن نتمنى ان افريقيا تكون اهلاويه بعد غياب اخر بطوله طبعا واللي حصل فيها مؤامره كبيره على النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي ما بيعلقش حاجه على شماعه، النادي الاهلي ما عندوش شماعات، النادي الاهلي عنده رجاله، عنده روح، عنده عزيمه، عنده اصرار، وبامر الله ما يفرقش معانا ايا كان مين اللي هيقع معانا في المجموعه. وبامر الله السنه دي افريقيا والدوري اهلاوي. خدوا يا حبايبي بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو الحلقه وصلت لك فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك للحلقه دعما لحبيبك اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناه
ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واستنوني في حلقة جديدة من استوديو مومادا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حماس للمعلول، كرة لعلي 86 دقيقة. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن.